رحنا للمباراة الثالث والرابع واللي جمعت الهلال السعودي والأهلي المصري، والتي انتهت بنتيجة قياسية، فوز الأهلي المصري ب4 أهداف مقابل لا شيء. الكورة فيها فوز وخسارة، لكن لما تلعب مع نص الأهلي يعني الأهلي كان يعني زي اللي دخل مباراة ملاكمة وفي إيده جبس، يعني بيد واحدة شغال. احنا جامدين قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مشاهدي قناة المايسترو. طالما في مباراة بين الزمالك المصري والهلال السعودي يبقى احنا كأهلاوية لازم نفتكر أجمل وأحلى مباراتين للنادي الأهلي الموسم ده. طبعا المعلق المباراة يا أستاذ أحمد يعني كان في بعض الإيحاءات. ده أنت مسخرة. يا عيني عليك يا معلول، يا عيني عليك يا معلول، يلا حطيت الزغلول، يلا حطيت الزغلول، منك يا لو. يا جدي هو انا كل ما انسى تفكرني ليه؟ لازم تفتكر. لما يطلع المتحدث الرسمي بتاع نادي الزمالك يقول كلام ما يخشش البيوت، هو سعد زغلول الزعيم، هو زغلول ده عيب؟ هي فاتن حمامه. مالكش دعوه بسعد زغلول ومدام فاتن حمامه، انت كده بتفسر اكتر. احنا الأهلاوية اللي بنحفل ونحتفل بعد ما بنكسب مش قبل ما بنكسب، لأن الكورة بتتلعب بالأقدام مش باللسان. يكون أكثر وضوح وأكثر صراحة. بالعكس يعني في فرق عربية تحاشت مقابلة الفرق السعودية. فيه السوبر السعودي المصري كان سيقام بين الأهلي المصري والهلال السعودي، وفي مشاركة ثانية اللي هي تكون بالقاهرة بين الاتحاد والزمالك. الفريق الأهلي المصري أنا أقولها يعني الحين الأهلي المصري تحاشى فريق الهلال، الأهلي المصري تحاشى فريق الهلال. انا زي بابا بالظبط في كل حاجه، وفي الشده شديد وفي القوه قوي. جيبوا لنا الأهلي المصري، نصفي حسابات مع الأهلي المصري. انا بقول لك بلاش، على حساب كنا عرب بددوه، ما عشان كلنا عرب بقول لك بلاش. طارت هلا العروبه من قلبك بددوه، ما عشان العروبه ما تطيرش من قلبي وانت ما تطيرش من هنا بقول لك بلاش. جيبوه، تعال يا الأهلي تعال، حنفوز 4-0. يمي خاف يعيد. يمي الكره من العظيمه من الملعب، ياسر يتقدم لاصحاب الفانيلا الحمراء، يا حتى من قلوبهم الاهلي. اهو الهوى. على الورق بالنسبة لي الهلال أفضل من الأهلي المصري بمراحل، عناصريا، تكامل، ترابط خطوط، مستوى فني على أعلى مستوى، أيضا روح عالية، حماس. أنا بشيل حديد وبلعب بوكس وعجبك قوي. وجرايل الدنيا الناس كلها بقت فتوات، امال مين اللي هينضرب؟ السلام، الاهلي يقلب الكرة الارضية، الاهلي ايه وجمال ايه. لذلك انا اقول الكرة السعودية في عندها علو كعب على الأندية المصرية. تصور نسيت اقول لك ان جوزها ده بطل في الملاكمة. ما انا عرفت، شفت بعيني ما حدش قال لي. بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي، بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت الجد جد، الكلمة مني عدت رنجريت سبقت في الدماغ خلاص رشقته. اضرب كمان، عايز اتوب. ما كنت تبت من تاني قلم وريحتني. الى مصرنا وسعوديتنا وسوريا. سلام سوريا لبها الله عليك. جبتها منين؟ الأهلي المصري نادي القرن، أي نعم نادي الأهلي المصري عنده جمهور عريض، عنده إعلام عريض، عنده مشجعين على أعلى مستوى، لكن في المقابل ما تحس يعني اللي شاف مباراته قدام الفريق البرازيلي، رغم اني انا اشوف حتى ان الفريق البرازيلي ليس بالفريق القوي. الفريق وليلة حمراء حتى الان. قول يا راجل قول، على النعمة ده مزاجك عالي قوي النهارده. قول وليلة حمراء حتى الان، وليلة حمراء حتى الان. لا اوعى تقول. والله ما انت اللي عارف. استروا علينا، الله يستر عليكم، استروا علينا. تكفى 3 في 40 دقيقة.
استروا علينا الله يستر عليكم. مبروك للاهلي المصري عرضك الهلال بطولة تنشيطية ولازم نعترف انها بطولة ترفيهية. مالك بتعيط ليه؟ عشان ضربت العصابة. وايه اللي يخليك تعيط؟ ما ضربتهم جامد. طب انت بابا فين؟ ماما فين؟ قال له لان انت نادي وطني، لان انت نادي محترم، لان انت لعبت من غير اللعيبه بتاعتك. النهارده ياخذ الاهلي الجائزه الكبرى ويحصل اليوم على البرونزيه في مباراه جميله جدا. ليه انا بالذات اللي بيحصل لي كده؟ اكبر نتيجه في تاريخ مشاركاته. يعني خلاص. بس يا علي، بس يا علي مش نبض حبيبي. عايزنا نكد عليك؟ يخليك تستنى بكره صوره للتاريخ تضاف الى البوم الصور مليء بالصور. حتى يا بطة يا فلفل شطة، إن جت قطة بيجري الفار، شد لحافك نام واتغطى وتحملني وولع نار. حتى يا بطة يا فلفل شطة، إن جت قطة بيجري الفار، شد لحافك نام واتغطى وتحملني وولع نار. حتى يا بطة يا فلفل شطة، حتى يا بطة يا فلفل شطة. فلفل الحلوين علشان حلوين علشان حلوين، باعوا جبروا، والوحشين علشان وحشين علشان وحشين، باعوا صبروا، واللي في باله ما يكون مين ننحل وبروا ونجيب خبر. أهرام أخبار جمهورية، اطحن بني ولعنا. أهرام أخبار جمهورية. حتى يا بطة يا فلفل شطة، حتى يا بطة يا فلفل شطة. فلفل يدوه 5 يرجع 6، يدوه 5. أخبار أهرام جمهورية. حتى يا بطة يا فلفل شطة، حتى يا بطة يا فلفل شطة. فلفل أهرام أخبار جمهورية، اطحن بني ولعنا. أخبار أهرام جمهورية. حتى يا بطة يا فلفل شطة، إن جت قطة بيجري الفار، شد لحافك نام واتغطى واطحن بني ولعنا. حتى يا بطة يا فلفل شطة، إن جت قطة بيجري الفار. على الله يا احمد يا مجاهد، وانا بقولها لك اهو من قناه نادي الزمالك، تفكر تاجل الماتش. ايه اللي قلقك؟ ما انا كنت لازم اقلع عمي، انا داخل ساونا، هو انا رايح ساقية الصاوي. الله يخرب بيتك، كان قربوا يقتنعوا. يا ليلى يا ليلى يا ليلى ليلة من 1000 ليلة. يا ليلى 5 يا ليلى 5. بداية أول حاجة علي معلول. علي معلول بيجيب جون، بيروح لجمهور نادي الزمالك ويعمل كده. المباراة هي مباراة ودية، ولكن الزمالك والزملكاوية بيسموها السوبر المصري السعودي، لأنهم فريق محلي مفضوح في إفريقيا حصالة إفريقية، فعاوز يلعب أي حد خارج القارة، فعاوز يخترع بطولة من وحي خياله، وفي الآخر يقول لك كسبنا السوبر المصري السعودي. ونصيحة للهلال، المباراة أي نعم مباراة ودية، ولكن عند الزملكاوية هي حاجة كبيرة قوي، وتأكد إن أنت لو خسرت 1-0 من الزمالك هتشوف تحفيل عمرك ما شفته في حياتك. الله أكبر يا مروان، كسبنا مروان كاس السوبر. الله أكبر الله أكبر. نعم، إنها المخدرات. قول كمان حاجة مهمة جدا، إن إذا كان الزمالك خسر 3-0 في الشوط الأول، ففي الشوط الثاني كسب 3-2. إيه ضمته عين سكون ضع في فتحة باء ألف مادة نون ضمتين بن حناشن. وماله يا أخويا، مش عيب. ويقدم الكوره بتاعته، فبالتالي يعني قعد في منطقه الاهلي لغايه اخر لحظه، حتى ان جماهير الاهلي بدات تصفر عايزه المباراه تنتهي بالنتيجه دي، وحتى ان لعيبه الاهلي بدات تطفش في اخر المباراه وبيضيعوا وقت حصل يعني. فده يعني هكذا اتفرجت على الماتش بتاعنا ده؟
افندم حضرتك اتفرجت على الماتش ده؟ ماتش يعني إيه؟ الكلام ده على الماتش ده؟ الجمهور إيه؟ كان بيصفر على الماتش ده؟ لماذا نحن هنا؟ الزمالك المحلي اللي من غير عصام عبد الفتاح ولجنة الحكام المصرية بيساوي 0. الزمالك مش محتاج مجلس اداره الحقيقه، لانه مغطى بالكامل من المؤسسات الرياضيه. الدفاتر بتاعتنا والتواريخ في ايدينا، حد هيحاسبنا؟ مجلس الاداره يدير الاعمال، لكن الذي يحل الازمات ويسدد الاموال ويخفي الخطابات ويزرع ويبعت للاتحادات الدوليه ويجدد للعيبه عنه ويتفاوض وزير مع لاعب في مكتبه. انتوا عايزين نوصل لايه؟ طب مش تقول لهم اني مين؟ لازم تقول لهم ان انا امك، ولا يعني مستعر مني؟ لا انا مش مستعر، ابقى مستعر ده انت امي حبيبتي. اللي فطحانه في المنطقه والمحطات الفضائيه. فيلم غريب قوي بيوريك ليله الدخله في كل بلد من بلاد ربنا. ليله الدخله واحده في كل حته يا معلم. ما انا كنت فاكر زيك كده، اتاري كل شعب وله طريقه. ده يا افريقيا، شفت سنتها؟ لا يمكن، لا يمكن، انا مش ممكن اصدق حاجه زي دي ابدا ابدا. بس بقى يا معلم، طلع لي يا معلم. ايه ده صحيح؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله يخرب بيتك يا عبد من ابوك يا ابن الكلب. حوش كفايه كفايه ليه؟ كفايه ده بالمفتشر، ده كل حاجه باين. كل حاجه باينه يا بيه. الزمالك عندنا في مصر زي ابن الناظر، لما الناظر يحط لابنه الامتحان السهل وبعد ما يحط له الامتحان السهل يصححوا له وينجحه وبعد كده يحتفل بيه ويفتخر بيه وكمان يعزم ناس تحتفل والناس تسقف والناس تصدق ان ابن الناظر نجح. يا ستو شوف الطعامة، شوف اللطافة، كوتي 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 كنت موتي يا حلوة يا بطة، نبي حرسك يا اختي يا قطة يا صغنن باص الأم. شكرا ليكم اعزائي مشاهدي قناه المايسترو، وما تنسوناش بدعم القناه بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.